السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل النهاردة إن شاء الله تمرين 2. رقم 1 بيقول 4 أس 5 في 4 أس 2. طبعا ده ضرب، في الضرب بعمل إيه؟ في الأسس بجمع، فالأساس هو الأساس، يبقى دي هتكون 4 أجمع الأسس 5 زائد 2 7. رقم 2 بيقول 4 أس 5 على 4 أس 2. الأساس هو الأساس، فبالتالي هتكون الأساس 4. أطرح الأسس، 5 ناقص 2 تبقى 4 أس 3. رقم 3 بيقول 5 أس 3 في كام؟ اداني 5 أس 7. طبعا الأساس هو الأساس، فهنا هيكون 5. فتلاتة زائد كام يديني 7، فبالتالي هتكون 5 أس 4. رقم 4 بيقول طبعا الأساس المفروض يبقى 3، فتلاتة أس كام في 3 أس 4 يديني 3 أس 10، عشان لما أجمع الأسس يديني 10. رقم 5 بيقول 7 أس 3 على كام؟ اداني 7. فالسبعة دي أسها بكام؟ بواحد. فتلاتة ناقص كام يديني 1، فالمفروض تبقى 7 أس 3 ناقص كام يديني 1، 3 أس 2. رقم 6 بيقول طبعا هنا الأساس عندي 5، ف5 أس كام؟ لو طرحت منها 3 يديني 7، تبقى 5 أس 10. 10 ناقص 3 يديني 7. رقم 7 بيقول 3 على 4 أس إكس بيساوي إكس في 3 على 4 أس 5. فالاكس دي المفروض تبقى كام؟ طبعا كده كده الاكس اساسها 3 على 4. بس 3 على 4 اس كام بقى؟ هي 5 اتجمعت مع كام؟ لانه ده ضرب، 5 اتجمعت مع كام؟ ادتني 7 مع 2. رقم 8 و9 من الامثله الممتازه، الطلبه عندنا بتتلخبط فيها كتير مش عارف ليه. رقم 8 بتقول نصف العدد 2 أس 10. هو نسأل بس نفسنا سؤال كده، هو يعني ايه نصف؟ يعني اتقسمت على الاتنين، ف2 أس 10 على الاتنين. طبعا الاتنين دي أسها كام؟ 1. ففي الاسم بعمل ايه؟ في الأسس بطرح، فدي هتكون 2 أس 9. رقم 9 بيقول ضعف العدد 2 أس 10. يعني ايه ضعف؟ يعني اضربها في 2، ف2 أس 10 في 2. طبعا الاتنين دي أسها 1، فبالتالي الإجابة هتكون 2 أس 11. هنا 2 أس 11. 10 بتقول 2 أس 10 في 2 أس -10. طب يا مستر هي علاقتها ايه بالتلاتة؟ طب تعالوا بس نحلها مع بعض. 2 أس 10 في 2 أس -10، في الضرب بجمع الأسس، تبقى 2 أس 10 ناقص 10 يديني 2 أس 0. 2 أس 0 بواحد. فالتلاتة دي أسها كام عشان تديني واحد؟ ما هو الناتج ده كده طلع بواحد. فتلاتة أس كام بواحد؟ هي 3 أس 0 برضه. فعشرة هتكون 3 أس 0. رقم 11 بتقول رقم 11 بتقول 2 أس إكس 2 إكس أس -2 واي أس -3 بتساوي 2 على كام؟ طبعا الإكس أسها سالب، فبالتالي هتنزل تحت إكس أس 2، وعندي واي أس -3 أسها سالب، فهتنزل تحت واي أس 3. رقم 3 بتقول أوجد الأس المفقود في كل مما يأتي. طبعا لو جيت بصيت على رقم 1، ايه أس كام في ايه أس 7؟ يعني السبعة اتجمعت مع كام ادتني 9، فدي هتكون 2. وهنا بي أس كذا على بي أس 4 بتساوي بي أس 3. طبعا كام اتطرح منه 4 اداني 3، هو 7، تبقى بي أس 7. كيو أس -3 في كيو أس كام يديني 1. الواحد ده اللي هو عبارة عن ايه؟ كيو أس 0. ممكن اشيل الواحد ده خالص واكتب مكانه كيو أس 0. فسالب 3 اتجمعت مع كام ادتني 0، اتجمعت مع 3، فدي هتكون 3. رقم 4 بتقول دي أس -3 على دي أس كام تديني دي أس 1. فسالب 3 طرحنا منها كام ادتني 1. لو عايزين نعملها معادلة ممكن أقول إن سالب 3 طرحنا منها إكس فادتني 1. لو اديت السالب 3 بعكس الإشارة هيتبقى معايا سالب إكس، يبقى كده سالب إكس هتساوي 4. فبالتالي الإكس هتكون -4، فتحت هنا هيكون -4. رقم 1 في السؤال اللي بعده، السؤال الرابع. رقم 1 بيقول 5 أس 3 في 5 أس 8 على 5 أس 10. فأنا لو جيت اتكلمت عن رقم 1، طبعا لو جيت عملت اللي فوق 5 أس 3 في 5 أس 8 هتديني 5 أس 11 على 5 أس 10. أصبحت اسمة، ففي الاسم بعمل إيه؟ في الأسس بطرحها، فهتكون 5 أس 1، فالناتج هيكون 5. فرقم 2 بتقول 2 أس 7 في
اتنين أس تمانية على اتنين أس حداشر. ففوق الاتنين هي نفس الاتنين، فينفع أجمع الأسس، فهتكون اتنين أس خمستاشر على اتنين أس حداشر هتساوي اتنين أس أربعة. اتنين أس أربعة لو جيت عملت على الآلة تديني ستاشر. رقم تلاتة، ستة أس سبعة في ستة أس اتنين فوق، فهتكون الأساس هو الأساس، تبقى اتنين أس، تبقى ستة أس تسعة على ستة أس تلاتة زائد خمسة، ستة أس تمانية، فبالتالي الإجابة هتكون ستة أس واحد اللي هي بستة. رقم أربعة بتقول سبعة أس تمانية في سبعة أس تلاتة في سبعة، المفروض دي سبعة أس واحد، ففوق هيكون سبعة أس تمانية زائد تلاتة زائد واحد، تبقى سبعة أس اتناشر على سبعة أس عشرة، فبالتالي الإجابة هتكون سبعة أس اتنين اللي هي بكام؟ اللي هي بتسعة وأربعين. من أول رقم خمسة، رقم خمسة بتقول سالب تلاتة أس سبعة في سالب تلاتة أس اتنين على سالب تلاتة أس ستة، فرقم خمسة هتكون سالب تلاتة أس، طبعا فوق ضرب فاجمع الأسس، سبعة زائد اتنين تسعة على سالب تلاتة أس ستة، في القسمة بطرح الأسس، فدي هتكون سالب تلاتة أس تلاتة اللي هي هتكون سالب سبعة وعشرين. رقم ستة بتقول سالب أربعة أس اتنين في أربعة أس تمانية. طبعا لو جينا حلينا سالب أربعة أس اتنين، فالأس بتاعي زوجي، فهي هتنزل أربعة أس اتنين، أس زوجي موت السالب، تبقى أربعة أس اتنين في أربعة أس تمانية على سالب أربعة، هكتبها كده سالب أربعة في سالب أربعة أس ستة، طبعا الأس زوجي في موت السالب، فدي هتكون أربعة أس ستة، هتساوي أضرب اللي فوق أربعة أس اتنين في أربعة أس تمانية تديني أربعة أس عشرة على، طبعا السالب هيفضل زي ما هو، سالب أربعة أس سبعة، إنها دي أس ستة ودي أس واحد، فهتكون بتساوي سالب أربعة أس عشرة على أربعة أس سبعة، فهطرح الأسس تبقى أربعة أس تلاتة، يبقى سالب أربعة أس تلاتة اللي هي هتطلع بتساوي سالب أربعة وستين. رقم سبعة بتقول فوق اتنين أس خمسة في سبعة أس أربعة في عشرة أس سبعة على اتنين أس تلاتة في عشرة أس خمسة في سبعة أس تلاتة. ألم الأساسات مع بعض، لو جيت بصيت فوق اتنين أس خمسة اتقسمت على اتنين أس تلاتة فتديني اتنين أس اتنين، في سبعة أس أربعة على سبعة أس تلاتة تديني سبعة أس واحد اللي هي بسبعة، في عشرة أس سبعة على عشرة أس خمسة اللي هي تديني عشرة أس اتنين، وأعمل الكلام ده على الآلة تبقى أربعمية في سبعة، بتطلع بألفين وتمنمية. رقم تمانية هلم الأساسات مع بعض، سالب اتنين أس سبعة على سالب اتنين أس خمسة تديني سالب اتنين أس اتنين، سالب اتنين أس اتنين في تلاتة أس ستة على تلاتة أس أربعة تديني تلاتة أس اتنين، تديني تلاتة أس اتنين، هتساوي طبعا سالب اتنين أس اتنين أس زوجي في موت السالب، فهتكون أربعة في تلاتة أس اتنين اللي هي تسعة، فبالتالي الناتج هيكون بستة وتلاتين. رقم تسعة بتقول سالب أربعة أس أربعة في سالب أربعة أس تلاتة في أربعة أس اتنين، فسالب أربعة أس أربعة طبعا أس زوجي موت السالب، فدي هتكون أربعة أس أربعة، أربعة أس أربعة في سالب أربعة أس تلاتة، فالأس فردي فالسالب هيطلع، نطلع السالب هنا كده بره، فهيكون أربعة أس تلاتة في أربعة أس اتنين زي ما هي، أربعة أس اتنين زي ما هي على سالب أربعة أس ستة، سالب أربعة أس ستة السالب مات فيديني أربعة أس ستة في سالب أربعة أس خمسة، الأس بتاعي فردي فالسالب هيطلع بره، فالسالب ده هيروح مع السالب ده، هيتبقى معايا كده أربعة أس خمسة. ألم اللي فوق أربعة أس أربعة في أربعة أس تلاتة في أربعة أس اتنين تديني أربعة أس، طبعا أجمع الأسس تبقى تسعة، وتحت أربعة أس ستة في أربعة أس خمسة فتديني أربعة برضو أس حداشر، فدي هتديني في الآخر
لما اجي هقسم هطرح الأسس، أس سالب اتنين اللي هي هتكون بواحد على 16. رقم 10 بتقول 2 أس 5 في 2 أس سالب 2. طبعا في الضرب بجمع الأسس تبقى 2 أس 5 زائد سالب 2 اللي هي 5 ناقص 2 تديني 2 أس 3 على 2. تحت برضو 3 موجب سالب 4 تديني سالب 1 سالب 1. طبعا الأساس هو الأساس، فدي هتكون 2 أس. في القسمة بطرح الأسس تبقى 3 ناقص سالب 1 تديني 2 أس 4 اللي هي ب16. رقم 11 بتقول 3 أس 0 في 3 أس سالب 1 في 3 أس 2 على 3 أس سالب 2. فرقم 11 3 أس 0 بواحد في 3 أس سالب 1 في 3 أس 2. طبعا في في الضرب بجمع الأسس تبقى سالب 1 زائد 2 تبقى 3 أس 1 على 3 أس سالب 2 تبقى 3 أس سالب 2. فهتساوي 3 على 3 أس سالب 2. فالتلاتة اللي فوق دي أسها 1. في القسمة بطرح الأسس تبقى 3 أس 1 ناقص سالب 2 تديني 3 أس 3 اللي هي ب27. رقم 12 دي فكده كده موجود سالب، فالناتج لازم يطلع سالب، يبقى سالب. ابتدي بأول أساس معايا اللي هو 3. التلاتة اللي فوق دي أسها 1 والتلاتة اللي تحت أسها سالب 1. في القسمة بطرح الأسس تبقى 3 أس 1 ناقص سالب 1 تبقى 3 أس 2 في ألم الخمسة 5 أس سالب 3 وتحت 5 أس سالب 4 مقسومين، فهطرح الأسس سالب 3 ناقص سالب 4 اللي هي سالب 3 موجب 4 تديني 5 أس 1 في 2 أس 5 على 2 أس 3 تديني 2 أس 2. فكده الناتج هيكون سالب 180. رقم 5 بتقول A أس 7 في A أس 8 في A أس 2. هنبتدي برقم 1. طبعا فوق في الضرب بجمع الأسس، ففوق رقم 1 هتكون A أجمع الأسس 7 زائد 8 15 واتنين يبقى 17. وتحت A أس 3 في A أس 9 على A أس 5 هتكون A أس 12 زائد 5 17. فبالتالي 17، فبالتالي الناتج هيكون 1. رقم 2 X أس 7 في X أس 11 على X أس 3 في X أس 5. فوق هيبقى X أس 7 زائد 11 18 على X أس 8. فبالتالي هيبقى في القسمة هطرح الأسس تبقى تكون X أس 10. رقم 3 فوق هجمع الأسس سالب 1 زائد 2 زائد سالب 3. سالب 1 زائد 2 يديني 1 ناقص 3 يبقى فوق A أس سالب 2 على تحت A أس سالب 3. فهيساوي طبعا في القسمة بطرح الأسس سالب 2 سالب 3. فهتكون A أس 1 اللي هي الناتج هيكون في الآخر A. رقم 4 بيقول سالب A أس 4. فسالب A أس 4 الأس بتاعي زوجي في مواد السالب، فده هيكون A أس 4 في A أس 6 على سالب A أس 5. فالسالب هيطلع زي ما هو سالب A أس 5 في سالب A أس 3. الأس بتاعي برضو فردي، فالسالب هيطلع زي ما هو يبقى سالب A أس 3. فوق أجمع A أس 4 في A أس 6 يديني A أس 10 على طبعا سالب في سالب وموجب يديني A أس 8. فبالتالي الناتج في الآخر هيديني A أس 2 إن أنا طرحت الأسس في القسمة. رقم 5 بيقول لي X أس سالب 6 في X أس سالب 2. طبعا في الضرب بجمع الأسس، ففوق هتكون X أس سالب 6 زائد سالب 2 يديني X أس سالب 8 على X أس سالب 7. فبالتالي الناتج هيكون X أس سالب 1. أنا طرحت سالب 8 من سالب 7، فX أس سالب 1 يديني في الآخر 1 على X. رقم 6 بيقول X في X أس سالب 2 على X أس سالب 3. فالإكس دي أسها 1
اكس أس واحد في اكس أس سالب اتنين في الضرب بمجمع الأسس تبقى واحد زائد سالب اتنين، تكون اكس أس سالب واحد على اكس أس سالب تلاتة. في القسمة بطرح الأسس، سالب واحد ناقص سالب تلاتة هيديني اكس أس اتنين. تلاتة الاختياري، هنبتدي بالاختياري ايه أس سالب واحد في ايه أس تلاتة، في الضرب بجمع الأسس يبقى سالب واحد زائد تلاتة يديني ايه أس اتنين، الإجابة هتكون ألف. أي مما يأتي رقم اتنين يعبر عن المقدار واي أس سالب اتنين على واي أس سالب ستة، ففي القسمة وبطرح الأسس يبقى سالب اتنين ناقص سالب ستة تديني واي أس أربعة، الإجابة هتكون ألف. رقم تلاتة بيقول اتنين أس أربعة في A بتساوي اتنين أس عشرين، طبعا في الضرب بجمع الأسس، فال A المفروض تبقى اتنين أس كام بقى؟ أربعة زائد كام يديني عشرين، طبعا اتنين أس ستاشر، فالإجابة هتكون ب. رقم أربعة بيقول إذا كان اتنين أس سالب خمسة في A بتساوي واحد، طيب يبقى المفروض ال A بكام؟ ما هي ال A كده الأساسها باتنين، فاتنين أس كام؟ اتنين أس كام؟ جمعنا عليها سالب خمسة ادتني صفر، ما هو الواحد ده المفروض باتنين أس صفر، فهي المفروض تبقى اتنين أس خمسة اللي هي ب. رقم خمسة بيقول لي بي أس سالب واحد على كام؟ ادتني بي أس حداشر، فبي أس سالب واحد، سالب واحد طرحنا منه كام؟ فالناتج طلع موجب عشرة، طرحنا منها سالب حداشر، من سالب واحد ناقص سالب حداشر يبقى سالب واحد موجب حداشر، فبالتالي الإجابة هتكون سالب حداشر. رقم ستة بتقول تلاتة أس اتنين في اتنين أس اتنين، طبعا تلاتة أس اتنين في اتنين أس اتنين لو جينا عملناها على الآلة هتطلع بستة وتلاتين، فأي من الإجابات الآتية تديك ستة وتلاتين، فالإجابة هتكون ج. طب يا مستر لو عايزين نحلها بالأسس، طبعا هي دلوقتي يا مستر الأساس مش هو الأساس، بس الأس هو الأس، يبقى أنا ممكن أعمل قوس كبير أعمل عليه أس اتنين، وجوه القوس تلاتة في اتنين، فتلاتة في اتنين بستة وتلاتين، تلاتة في اتنين بستة، ستة أس اتنين اللي هي ج، دي هتطلع بستة أس اتنين. رقم سبعة بيقول واحد على أربعة أس صفر زائد واحد على أربعة، طبعا الزائد ملوش علاقة بالجمع وطرح الأسس، فواحد على أربعة أس صفر اللي هو واحد، واحد زائد ربع لو جينا عملناها على الآلة تطلع بخمسة على أربعة. رقم تمانية بتقول خمسة أس اتناشر على A تساوي خمسة أس أربعة، طبعا ال A هتكون بخمسة بس أس كام؟ طبعا ال A هتكون بخمسة بس خمسة أس كام؟ اتناشر ناقص كام يدينا أربعة، تبقى خمسة أس تمانية. رقم تسعة بتقول اتنين أس أربعة ناقص اتنين أس تلاتة تديني كام؟ طبعا اتنين أس أربعة بستاشر، ستاشر ناقص اتنين أس تلاتة دي كده ستاشر، ناقص اتنين أس تلاتة بتمانية، فبالتالي ستاشر ناقص تمانية تديني تمانية، فأي النواتج الآتية تديك تمانية هي ب اللي هي اتنين أس تلاتة. طيب رقم عشرة بيقول إذا كانت ال A بتساوي ستة أس إكس و B بتساوي ستة أس سالب إكس، فإن قيمة A في B، يعني أضرب ستة أس إكس في ستة أس سالب إكس. طب ستة أس إكس في سي ستة أس سالب إكس، في الضرب بجمع الأسس، اجمع إكس وسالب إكس تديك صفر، يعني الناتج هيطلع بستة أس صفر. طب ما هو ستة أس صفر بكام؟ بواحد. حداشر بيقول إذا كان نصف العدد اتنين أس خمسين بتساوي اتنين أس إكس، يعني إيه نصفه؟ يعني هقسم على الاتنين، اتنين أس خمسين على الاتنين، فاتنين دي أسها واحد، فالإجابة هتكون اتنين أس تسعة وأربعين اللي هي د. رقم اتناشر بيقول إذا كان ضعف العدد اتنين أس حداشر واتنين أس إكس، يعني إيه ضعفه؟ يعني اضرب في اتنين، فاتنين أس حداشر في اتنين، الاتنين دي أسها واحد، فبالتالي هتكون اتنين أس اتناشر اللي هي الإجابة ج. رقم 13 بيقول لي أي مما يلي يساوي ثلث العدد 3 أس إكس، يعني إيه تلته؟ يعني اتقسم على التلاتة، طيب يبقى 3 أس إكس على التلاتة، وطبعا التلاتة دي أسها واحد، في القسمة بعمل ايه في الأسس؟ بطرح، هطرح الإكس من واحد تبقى تلاتة أس إكس ناقص واحد، فالإجابة هتكون د. 14 بيقول أي مما يأتي هو ربع العدد اتنين أس خمسة، يعني إيه ربع العدد اتنين أس خمسة؟ يعني اتقسم على الأربعة، فاتنين أس خمسة على الأربعة، طب ما الأربعة دي اللي هي اتنين أس اتنين، يعني ممكن أعملها كده اتنين أس خمسة على اتنين أس اتنين، طب ما هو اتنين أس خمسة على اتنين أس اتنين في القسمة بطرح الأسس، فدي هتكون اتنين أس تلاتة اللي هي خمسة ناقص اتنين، فالإجابة هتكون ألف. 15 من الأسئلة الممتازة المهمة بيقول لي
اتنين أس ايه في اتنين أس ايه. طبعا الطلبة هتجري على الإجابة رقم د، ودي هتكون غلط. طب ليه غلط يا مستر؟ لأن هنا مش مضروبين في الضرب بس اللي بجمع الأسس، لكن هنا مش مضروبين. فدي المفروض اتنين أس ايه زائد اتنين أس ايه، دي معناها كده اتنين في اتنين أس ايه. صح ولا أنا غلطان؟ صح يا مستر، تمام. طب ما الاتنين دي أسها كام يا شباب؟ واحد. طب في الضرب بعمل ايه يا شباب؟ بجمع الأسس. خلاص هجمع ال a زائد واحد تبقى اتنين أس a زائد واحد. 16 بيقول لي ثلث العدد تلاتة أس ستة هو. طبعا تلاتة أس ستة ثلثه يعني اتقسم على التلاتة، التلاتة اللي تحت دي أسها واحد، فبالتالي الإجابة هتكون في الاسم بطرح الأسس تبقى تلاتة أس خمسة، فالإجابة هتكون ب. 17 بيقول تلاتة أس اتنين زائد تلاتة أس اتنين زائد تلاتة أس اتنين بتساوي تلاتة أس كام؟ طبعا الناس هتيجي تجمع الأسس هتقول ستة، فالإجابة هتكون غلط لان دول جمع مش ضرب، الضرب بس اللي بجمع الاسس. طب انا عندي كام 3 اس 2؟ عندي 3 3 اس 2، عندي 3 3 اس 2 يعني 3 في 3 اس 2. طيب التلاتة دي اسها كام؟ واحد. في الضرب بعمل ايه في الاسس؟ بجمع، تبقى 3 اس 3. فالان هتكون بكام؟ ما هو ده هو ده، الان هتكون بكام؟ بتلاتة. 18 سؤال ممتاز، بيقول لي أربعة أمثال للعدد 100 أس صفر. طب ما هي 100 أس صفر دي يا مستر، هو عايز تضرب في أربعة، خلاص يبقى أربعة في 100 أس صفر اللي هي أربعة في واحد اللي هي بكام؟ بأربعة اللي هي ب.